برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. ازيكم؟ انا كريستين ويليام، استشاري نفسي وعلاج معرفي سلوكي ومعالج ادمان. دوري في سلسلة ريح دماغك اني مش بس اريح دماغك من الافكار السلبية، دوري انك توصل لحياة متوازنة تكون انت سعيد وراضي بيها. موضوعنا النهاردة عن الشغل. في البداية خلينا نتفق ان علاقات العمل تخص العمل فقط او الشغل فقط على قد ما نقدر. الحدود عمرها ما بتزعل، حتى في اي علاقة، حتى لو مع الاصدقاء سواء بره الشغل او جوه الشغل. بلاش التدخل الزيادة في الحياة الشخصية أو نقط الضعف، بلاش نتكلم فيها. في ناس كتير بتقع في النقطة دي وتقول بعدها يا ريتني ما اتكلمت ولا حكيت في حاجة تخصني قدام حد. لو خرجنا في مكان بره الشغل في مطعم أو كافيه ناكل أو نشرب حاجة ونفك شوية عن مود وضغط الشغل، بلاش نتكلم في الشغل. خلي مواضيع اللي تخص الشغل جوه مكان العمل فقط. كلنا عارفين العصافير. طيب ما ممكن صاحب الشغل يبقى صاحبك عادي؟ طبعا ممكن، بس مع الوقت ومواقف كتير بيكون هو نفسه بيفصل بين الشغل والصداقة، وبنقدر نبني الثقة دي مع بعض واحدة واحدة، بس قدام شوية يعني. دايما خلي جزء عندك مستخبي، وهو ما يسمى بالبلاك بوكس، صندوقك الأسود. مش على طول نفتحه، أو بالأصح مش لأي حد غير للناس اللي بنثق فيهم. في ناس مش بتفتح صندوقها الأسود ده خالص وتعتبر دي ملكيتها الخاصة ليها لوحدها. كل شخص بيختلف عنده الموضوع ده عن التاني. كمان خلينا نركز جوه الشغل، نتكلم مع مين عشان العلاقة تبقى صحية أكتر والكلام يخص مين، وهل الكلام في إطار الشغل ولا لأ. أخلي بالي وأنا بحكي لمين، وأتوقع إنك ممكن تكون بتحكي لعصفورة. خليك دايما معاك مفتاح لحياتك الشخصية في جيبك، وخد بالك لو هتفضفض لحد عن مشاكل تخصك زي ما قلنا، قبل ما ياخد مفتاح حياتي الشخصية ويقعد ويشوف الكراكيب واللخبطة اللي جوايا، أنا أشوف الأول هو فعلا يستحق الثقة دي وياخد المفتاح ولا هرجع أندم. والأهم من كده، هل لو خد المفتاح ده هيعمل نسخ ويوزعها على باقي الناس اللي في الشغل، ولا هيبقى أمين ويحتفظ بيه هو بس؟ كل ده يرجع ليك. هل اختيارك كان صح من الأول ولا لأ؟ هل أنت بتدي نسخة مفتاح حياتك الشخصية لأي عابر سبيل، ولا لشخص موثوق فيه؟ حطه في اختبارات وجرب، لأن الفضفضة لأي حد مش ميزة، دي ممكن تضرك. خد بالك، في زمايل في الشغل دايما ما يبصوا لأي حد، خصوصا لو كان شاطر في شغله، وخصوصا بقى لو الشغل ده فيه مهارة الإقناع وانت عندك المهارة دي. انت كده دخلت في محور تركيزهم، وكله باصص عليك ومركز، عايز يعرف طريقتك ومهارتك دي ازاي. ممكن تلاقيه بيقرب منك عشان يعرف طرق إقناعك دي للعميل. ممكن تساعده في البداية، لكن لو مش حابب فده معلش، ده سر المهنة، وده اللي بيميز الشخص ده عن التاني. لكن خد بالك، هتلاقي وقتها المنافسة على آخرها، وناس كتير بتحاول توقعك، لأنك ببساطة وبشطارتك بمهارتك دي بتسحب السجادة من تحته. علشان كده خد بالك قوي من كل حد دخل بيتك وحياتك الشخصية وبتديله المفتاح. ركز قوي قوي عشان ما ترجعش تاني.